الإنجاز القطري، يعني رغم يعني بصراحة يعني لا أريد أن أغلق هذا الإنجاز الكبير، ونريد أن نتحدث عن هذا الإنجاز، لكن هذا الإنجاز دافع للهلال أن يحدث إنجازا آخرا، يفوز على أستراليا، يفوز على سيدني هناك في أستراليا، ويكرر هذا الفوز في الرياض بإذن الله، ويتوج بإذن الله بطلا لدوري أبطال آسيا، غصبا عن اللي ما يحب. ما بقول اللي ما يرضى، عن اللي ما يحب. الآن دعونا ندخل في العمق، ندخل في موضوع حلقة اليوم، نبض آسيا، في انتظار أن نقول كلنا الهلال. ولكن لماذا البعض وخاصة من السعوديين أن يقولوا كلنا سيدني؟ ليش؟ نشاهد هذا التقرير الذي سلط الضوء كثيرا عن هذا الموضوع اللي أسميه سلبي بصراحة في عالمنا العربي، مع مساعد آل محمود. هل كل الجماهير السعودية تساند الهلال في نهائي آسيا؟ إذا ما أردنا الجواب بشكل دبلوماسي سيكون الجواب نعم، لكن إذا ما دخلنا في تفاصيل القصة وواقعيتها سيكون الجواب لا. فالكل يعلم التنافس الكبير بين الهلال والنصر والاتحاد، ومشاركة الأخيرين في العالمية هو تفوق لا زال له كلمته في العديد من النقاشات بين جماهير الأندية الثلاث. أشجع النصر، وبالنسبة لموضوع الهلال ما شجع في آسيا هذا شيء طبيعي، لأن الأندية ميول وزي كذا، يعني ما له دخل في الوطنية وزي كذا. الوطنية انتماء والأندية ميول، يعني الشيء اللي أننا متفوقين عليه على الهلال العالمية. وصلنا العالمية والهلال لسه ما وصل، وإن شاء الله لسه ما حيوصل. بعض الجماهير تتمنى خسارة الهلال، ولا نبالغ إذا قلنا بأن بعض الإعلاميين كذلك لهم نفس الأمنية وبشكل علني، والموضوع تفرع إلى أن يكون تجردا من الوطنية. أما الهلاليون فيرغبون بإغلاق هذا النقاش الطويل بمشاهدة فريقهم في كأس العالم يرد على من كان يؤكد صعوبة العالمية على زعيمهم. في كل دول العالم أن التنافس التقليدي بين فريقين كبيرين مثل ما هو في السعودية بين الهلال والنصر طبيعي جدا يحدث هذا الشيء. على صعيد الجماهير أعتقد أنه طبيعي جدا وليس مستغربا، لكن على الصعيد الإعلامي لا، أو على صعيد النجوم الكرة اللي مثلا لهم حظوة لا، يفترض هذا ما يتم أبدا على الصعيد الإعلامي ولا على صعيد النجوم. لكن عالمية النصر أو مشاركة النصر في العالمية الكل شاهد، هذا قلت أيضا في برنامج كورة أنه كل شاهد البطولة على الهواء مباشرة عام 2000، لكن المشكلة فقط هي في قضية عدم توثيق هذه البطولة على الكأس. السؤال الأهم بين كل هذه المعطيات، هل سيستطيع الهلال إغلاق نقاش جدلي طويل مع جماهير الفرق المنافسة بحصد الكأس التي ستكفل له خوض كأس العالم للأندية في موضوع يراه البعض طبيعيا ويراه البعض الآخر مخالفا لوطنية المشجع؟ مساعد المحمود، بي إن سبورتس، الرياض.